يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي كوكي. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لي لايك. معايا النهاردة فرخة وزنها 2 كيلو، والبهارات بتاعتك معلقة من البابريكا والكاري والكركم، وبهارات الفراخ بصل بودر توم بودر ملح فلفل أسمر زنجبيل. ومعاه كمان نص كوباية من زيت الزيتون أو الزيت العادي براحتك، نص كوباية من الخل. ومعاك الخضار بتاعك 4 فلفلات 5 بصلات صغننين طماطمية واحدة كفاية. معايا طبعًا الفرخة بتاعتي كمنها مقلبظة شوية، فقُلت علشان تستوي وتبقى طعمة معايا وتتشرب التتبيلة اللي أنا هاعملها لها، لازمًا اللي أنا أعمل فيها شرايح بالسكينة من ناحية الصدر زي ما أنتِ شايفة كده. وبعد أمّا أعمل الشرايح دي وأفتحها خالص كده زي ما أنتِ شايفة، هاعمل التتبيلة بتاعتي. هاجيب طبق بلاستيك وأحط فيه زيت الزيتون والخل ومعلقة من صويا صوص ومعلقة من الدبس الرمان والبهارات بتاعتي، واقلبها تقلبتين حلوين كده لغاية ما تدوب على الاخر. بس يا ستي اجيب الفرخة بتاعتي واسمي الله واحط التتبيلة، بس مش كلها، هفوض شوية صغيرين كده هحطهم على جنب واقولك انا هعمل بيهم ايه. واقعد اتبل الفرخة بتاعتي تتبيلة التمام المحترمة لحد ما تتبل وتتشرب التتبيلة. هاحطها في التلاجة لمدة ساعتين 2 أو براحتك لو يوم كامل لو انتي مش مستعجلة زيي. واروح اقطع الخضار بتاعي، هقطع البصل والفلفل والطماطم حتت كده كبيرة شوية جولياني، يعني ما تصغرهاش. وبعد ما تخلصي تقطيع الخضار بتاعك هتحطيه في طبق. وفاكرة شوية التوابل التتبيلة يعني الصغيرين اللي كنت حطاهم على جنب، هاحطهم على الخضار ويتبلوا هما كمان. وهاجي الصينية واسمي الله واحط الفرخة بتاعتي واحشي الفرخة بتاعتي بالخضار اللي انا قطعته معاكم دلوقتي وتبلته. هحشيها الحشوة الحلوة الجميلة واملاها كده، وبقية الخضار هحطها في الجوانب كده من الصينية. واحاول اللي انا اكتفها من ناحية اللي وراك علشان الخضار بتاعي ما يخرجش من الفرخة. وبقية التتبيلة احطها على الوش واغطيها دلوقتي بورق زبدة وغطيها كويس جدا. وبعدها ورق الفويل. لازمًا إن أنا أغطّيها كويس علشان أحبس الهوا السخن أمّا تدخل الفرن علشان تستوي بسهولة. هادخّلها في الرف الوسطاني درجة حرارة 160، هتقعد ساعة ونُص كاملين لغاية ما تستوي وتبقى خطيرة. وشايفة بعد أمّا طلعت طلّعت صوص رهيب. الصوص ده بتحطّيه على الوش علشان هاحطّها دلوقتي تحت الشواية لمدة 10 دقايق علشان تعمل اللون الدهبي الخطير الجميل. ومش هقدمها بقى على على مكرونة او رز، لا انا هقدمها النهاردة على العيش بتاعي الجميل البلدي علشان خاطر اللي انا اكلها وتيجي اللحظة الحاسمة اللي انا ادوق بقى واستطعم. اجيب بقى لقمة من العيش واقعد بقى اسقسقها كده في البهاريز ولا ولا الصوص اللي خارج منها، واقعد احط حتة من الفراخ وادوق بقى. لا ده بسم الله ما شاء الله حاجة في منتهى الجمال والروعة. وهوريك الخضار اللي جوه الفرخة دايب دوب. احنا بالشكل ده نقلنا المطعم جوه البيت. ولا تقوليلي بقى اللي انا اروح اكل في مطعم واكلف نفسي حاجات كده. طبعا الريحة والطعم وحاجة كده نظافة موفرة على الآخر. قومي يا ست كل ما تكسليش واعملي الحاجات الحلوة دي لحبايبك، لأن الحاجات الحلوة دي طبعا لازم تبقى جميلة وخطيرة لأنها معمولة بكل حب وسعادة. وشايفة الفرخة وشايفة من ناحية الصدر، لا 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 ده اللحمة بيضة وحلوة قشطة ودايبة دوب. بسم الله ما شاء الله بألف هنا وصحتين. واستنوني مع طبخة جديدة وأكلة جديدة من مطبخ كوكي. مستنية اللايك الجميل بتاعكم وتعليقكم اللي بيسعدني. بحبكم في الله.